انا نزلت اكتر من فيديو عن نسخ قنوات يوتيوب اوتوميشن، ولكن اغلبهم بيكون صعب شويه انكم تعملوه. فانا بقى النهارده قررت ان انا الاقي قناه عملت مشاهدات كويسه جدا وفعلت الربح بطريقه سهله، ولقيت الراجل ده اللي قدر حرفيا يعمل $5000 من القناه دي، وقدر يوصل ل 150,000 مشترك في 5 شهور بس. والمحتوى اللي هو بيعمله عباره عن فيديوهات اجنبيه بتتكلم عن حياه الارياف ونصائح خاصه بيهم. ولما انا بقى دخلت شفت الفيديوهات دي عشان اعرف بيعملها ازاي، انا صراحه اتصدمت، لانه مش بيظهر وشه في القناه وبيعمل فيديوهات طويله بتوصل لساعه تقريبا بطريقه سهله. وممكن حد يسالني طب انت ليه ما عملتش قناه زي دي وانت اللي عملت منها فلوس؟ فعاوز اقول ان الحمد لله عملت اكتر من قناه، والحمد لله القناه الاساسيه اللي انت اصلا بتتفرج عليها دلوقتي وصلت ل 6000 مشترك في خلال 4 شهور بس، وقناه ثانيه وصلت ل 1000 مشترك من 3 فيديوهات بس، وناوي ان شاء الله اكمل فيها. ولكن الفكره ان انا ما عنديش الوقت اهتم بكل القنوات دي، لان الموضوع هياخد مني وقت كبير جدا، ولازم بصراحه يكون معايا ناس تشتغل معايا وتساعدني في القنوات دي. وانا بقى الصراحه لو هبدا اعمل قناه اجنبيه باسهل الطرق فانا هختار القناه دي. هو هياخد منك وقت ولكنه سهل جدا، ولما تشوف الفيديو ده كامل هتعرف ان شاء الله ازاي تعمل محتوى عن المجال ده في فيديوهات بتوصل لنص ساعه وقت، وانك تبدا تعمل قناه اجنبيه باسهل الطرق من غير ما تبين وشك. وبعد ساعه واحده بس انا قدرت اعرف كل الطرق عشان اعمل محتوى زي ده، وعرفتها من صاحب القناه شخصيا اللي قال على طريقه كامله، وهي عن طريق خطوات معينه. واول واهم حاجه هي طبعا فكره الفيديو واعمل سكريبت، لان لو الفكره وحشه مهما عملت في الفيديو مش هيجيب مشاهده. احنا اولا لازم نترتب كويس. فاولا دخلت على القناه دي وطبعا عملت سكرين شوت للمكان ده عن طريق الاختصار ده بالظبط، وضغطت كده عملت الاشكال دي بالظبط. بعدها ضغطت على الصوره وسيفتها. بعدها بقى دخلت على شات جي بي تي، ضغطت هنا عملت ابلود وجبت صوره انا عملتها. بعدها حطيت الكلام ده، ومعنى الكلام ده ان انا بقول له ان ده مثال لقناه انا عايز اعمل زيها، انا عايزك تعمل لي افكار فيديوهات شبهها وعناوين شبهها لنفس النوع من المحتوى. نعمل اوكي، وبكده يا جدعان جاب لنا افكار الفيديوهات اللي في القناه. وتعالى اولا نعمل قناه عن المجال ده. فدخلت كده على قناه قديمه عندي، ودخلت هنا وعملت تبديل الحساب، ولقيت طلع على كل القنوات. وبعدها عملت هنا انشاء قناه، محتاجين نعمل صوره واسم. فاولا تعالى نختار الاسم. فطبعا دخلت هنا على نفس بردك المكان وقلت له الكلام ده. طبعا زي ما انتم شايفين جاب لي حوار 20 اسم بالظبط، وطبعا زي ما انتم شايفين انا خدت الاسم ده بالظبط. نيجي بعد كده بقى عايزين نعمل الصوره. فنرجع تاني نروح للقناه اللي احنا عايزين نقلدها، وطبعا نعمل كده سكرين شوت لنفس الصوره دي عشان نعمل صوره مشابهه ليها، ونحط الصوره. وبعدها احط الكلام ده واسم القناه هنا، احط اسم القناه بتاعتي. وبعدها في الاخر يا جدعان انا اخترت اللوجو ده، نعمل تم واعمل نشر. وبكده اكون عملت القناه. ويلا بقى نعمل اول فيديو لينا. نخش اولا على القناه اللي احنا عايزين نقلدها ونختار فيديو منهم اقل من 20 دقيقه بالظبط. تعالى مثلا نختار الفيديو ده، فاضغط عليه وانسخ الرابط واحطه في الموقع ده عشان ننسخ السكريبت ونعمل سكريبت مشابه ليه. هنعمل كوبي سكريبت ونخش تاني حاجه بقى على على موقع اسمه جروب. ده شبه شات جي بي تي وديب سيك، ولكن ده هيجيب لنا سكريبت كبير جدا يمكن اكتر من 10 دقائق. فاولا هنسخ السكريبت. فاولا هكتب الكلام ده وبعدها هنسخ السكريبت، نعمل بسط، نعمل اوكي. طبعا نكتب نفس الكلام تاني. نيجي بقى نخش على شات جي بي تي ونطلع ونختار فكره من الفيديوهات اللي احنا عايزين نقلدها. تعالى مثلا نختار الفيديو ده. طبعا كتبت الكلام ده، قلت له عنوان من العناوين اللي احنا اخترناها، وقلت له في الاخر اعمل لي بس اكتر من 2000 كلمه، ونعمل اوكي. طبعا في حاجه احنا نسيناها، ونحن نقول له انك تستخدم السكريبت اللي احنا اديناه لك. طبعا بعد الكلام ده كله نقول له اعمل سكريبت تاني. طبعا قلت له هنا اعمل لي سكريبت تاني، ولكن استخدم السكريبت اللي انا اديته لك كدليل. ولا تعالى هنا نخش على الفويسز وعلى اللايبراري. وطبعا انا اخترت الصوت ده بالظبط. وبعدها دخلت هنا على السكريبت تاني، وهنا طبعا هنا عندك جايب لك المشهد واول جزئيه. فاحنا نختار عن تحت كل كلمه نريتور دي، نختار الجزئيه دي ونعملها كوبي ونحطها في ليفل ناب، وهكذا نخش تاني ونفضل ننسخ كل الاجزاء دي لحد ما نخلص كل السكريبتات دي. نعمل تحميل. وطبعا زي ما انتم شايفين احنا كده عملنا الصوت بالذكاء الاصطناعي. ودلوقتي عشان نعمل الفيديو فعاوزين نجيب فيديوهات زي دي نحطها على الفيديو بدون حقوق طبع ونشر. فطبعا دخلت على الموقع ده اللي هيقدر يجيب لي كل الفيديوهات اللي انا عايزها من غير حقوق طبع ونشر. فاول نخش على السكريبت ونطلع فوق. هنا عندك الكلام ده بالظبط، بيشرح لك الكلام اللي بيكون في الفيديو. يعني نعمل كوبي، نخش هنا نختار على الفيديو ونعمل هنا اوكي بس. وزي ما انتم شايفين جاب لنا فيديوهات كتير جدا. عندك موقع تاني اسمه فري بيك، وده برضك بيجيب لك فيديوهات مجانيه عن طريق انك انت تخش هنا وتعمل هنا تضغط على فيديوهات وتختار هنا على فري، ونبدا بقى نحط الكلام اللي احنا عايزين نجيبه. فمثلا نختار كلمه اروستيك بانتري. طبعا زي ما انتم شايفين جاب لي فيديوهات خاصه بنفس المحتوى. فانا طبعا هحمل الفيديو ده واعمل داونلود. عندك اخر خيار وانك تعمل فيديوهات خاصه بالذكاء الاصطناعي عن طريق موقع هيلو. فبس رحنا دخلنا عليه وعملنا كرييت. نعمل اول تكست فيديو هنا، نعمل تكست فيديو وبعدها نعمل كوبي ونعمل اوكي. فانت كده عندك 3 مواقع تقدر تجيب لي فيهم فيديوهات وستوكات ببلاش. طبعا زي ما انتم شايفين جاب لنا الفيديو اللي احنا عاوزينه بالظبط. نعمل بعد كده داونلود، وبعدها انا جمعت كل الفيديوهات اللي انا محتاجها. نيجي بقى لاخر حاجه وهي المونتاج. اولا نحط بقى كل الحاجات اللي احنا عملناها. تمام. اولا انا همسح الجزئيه دي لان انا عملت اول جزء بس من السكريبت اللي هو السكريبت ده، وحملت فيديوهات على اساسه. فبعدين كده نخش ونكبر شويه. وطبعا مثلا تعالى نجيب هنا الفيديوهات اللي انا حملتها. طبعا زي ما انتم شايفين
حطينا كده كل الفيديوهات، ولكن عايزين على قد ما نقدر ان احنا نخلي كل فيديو مناسب للكلام اللي بيقوله. هنخش كده ونكبر ونسمع الكلام ونخلي الفيديو على نفس الريتم. طبعا زي ما انتم شايفين انا عملت كده اول 50 ثانيه، حرفيا ما قعدتش يمكن اكتر من ربع ساعه. وزي ما انتم شايفين احنا كده خلصنا كل حاجه. ممكن مثلا نحط ترانزيشن عشان نخلي الفيديو حماسي اكتر وان هو يندمج شويه مع الكلام، وبعد كده نعمل اكسبورت. بعدها بقى نخش على القناه اللي احنا عملناها ونعمل انشاء وتحميل اول فيديو. بعدها ناخد العنوان اللي احنا عملناه عشان في الاول خالص عشان يعمل القصه بتاعتها والسكريبت، وناخده كوبي ونختار الفيديو اللي احنا عملناه، وبعدها نحط العنوان هنا ونعمل بسط. اللي بعد كده ان احنا عايزين نعمل غلاف للقناه، فعشان نعملها واسهل موقع هو كانفا. هنخش عليه عادي ونقدر نسجل عليه من خلال ايميل جوجل. بعد ما نسجل عليه هنخش على منطقه البحث ونكتب يوتيوب بانر، وبعد ما نخش هنضغط على الشمال خالص عند العلامه الفاضيه دي، وبعدها هيكون طبعا بالشكل ده. فهنضغط على الصوره البيضاء ونضغط على الالوان ونعمل بلون الاصفر، يعني حلوه شويه. وبعد كده عايزين تكست، فنخش على الشمال نضغط هنا على تكست ونعمل اد. طبعا عايزين نكتب اسم القناه ونعمل كوبي باست. طبعا عايزين نغير الفونت بتاع الكلام ده، فنضغط فوق هنا كده وننزل تحت لحد ما نلاقي فونت كويس. طبعا انا شايف ان ده كويس، نكبر شويه. طبعا احنا عايزين نخلي اللون ده مختلف شويه، فنضغط عليه هنا ونخليه مثلا باللون الاخضر. نيجي بعد كده بقى عايزين مثلا علامه زرعه كده في النص وسطهم، فنضغط على اليمنتس ونختار بلانتس او نعمل سي اول وننزل شويه لحد ما نلاقي الزرعه اللي احنا عايزينها. وطبعا انا لقيت الزرعه دي فاخدها كده زي ما هي واحطها هنا في المكان ده بالظبط. هطلعها تاني واصغر الصوره شويه ونعمل لك نيجي بعد كده عايزين نحملها، فنخش على الشير هنا ونعمل داونلود ونعمل اوكي. وبكده احنا حملنا الصوره دي. نخش بقى نحطها كصوره غلاف، نخش على اليوتيوب ونخش هنا وزي ما انتم شايفين احنا عملنا كده الغلاف بتاع القناه. نيجي بقى على اهم حاجه وهي الكلمات المفتاحيه، وعشان نعملها في احسن موقع لحاجه زي كده هي فيديو. هتعمل ساين اب فور فري وتخش تنزل الاداه بتاعتها. لما تيجي تطلع بره هتلاقي الاداه معموله عندك هنا. وعشان نجيب احسن ادوات او احسن كلمات مفتاحيه خاصه بالقناه دي، فنخش في القناه اللي احنا عايزين نقلدها، وبعدين نخش على الفيديوهات ونكتب هنا احسن فيديوهات جايبه مشاهدات. لما نيجي نخش عليها نلاقي اكيد مستعمل كلمات مفتاحيه معينه. فلما نيجي ننزل كده زي ما انتم شايفين احنا لقينا الكلمات المفتاحيه دي هو مستعمل 5 كلمات بس. فعشان ناخدهم ونخش على الاستوديو، وبعدها نخش على الاعدادات هنا ونخش على الاعدادات التلقائيه لتحميل الفيديو. لما تيجي تنزل هتلاقي هنا العلامات، وطبعا نخش هنا في القناه الثانيه لحد ما نخلص كل العلامات دي، وبعد كده نعمل حفظ. وبعد ما تعمل حفظ كده احنا نكون عملنا الكلمات المفتاحيه باسهل طريقه ممكنه. وبكده ننزل تحت زي ما انت شايف هتلاقي تحت كده الكلمات المفتاحيه معموله تلقائيه هنا زي ما انت شايف. طبعا زي ما انتم شايفين احنا كده خلصنا كل حاجه للقناه، وكده انتوا عرفتوا كل حاجه ازاي تعملوا فيديو مشابه لده وتستخدموا فيديوهات ممكن تعمل مثلا توصل 30 دقيقه وساعه بالظبط وتنزلوها وتعملوا منها مشاهدات. وطبعا دلوقتي انا ممكن باذن الله اكمل في القناه دي، وبعد مثلا اسبوع او اسبوعين اعرفكم اقول لكم انا عملت كام بالظبط مشاهدات وكل الكلام ده. وشكرا للناس اللي كملت الفيديو. وكلمه السر في الفيديو ده هي يوتيوب اوتوميشن ولكن بالانجليزي. شكرا جدا على المشاهده وسلام.